الآن نحن في العشر الأواخر، رمضان يودعنا ونودعه. هذه في اصطلاح القدماء رأس الحلبة، يعني آخر الجري. وفي اصطلاحكم أنتم الآن هذيك الدورة الأخرى ديال 3000 متر و 4000 متر، هذه الدورة الأخرى. وقد رأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هكا ديروا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حست أنت بالألم ديال الركابي، حس بالألم ديال الظهر، حس باللي راه أحب شيء إليك نوم تحب أن تخلد إليه فتقول لا ولو ركعتها، ولو أيقظ صغار أهلك، صغار أبنائك، لا تدع أحدا في بيتك نائما. ومن تضجر من أبنائك الصغار تقول له يا بني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله. ربطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يفهم، لا يظن أنك أنت تعتدي عليه وأن أنت تقسو عليه. تقول له لا، هذا الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنت من المؤمنين كان يوقظ أهله. هذه أوقات البركات.